بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤدي حقه المجتهدون ولا يحصي نعماءه العابدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأفضل بريته المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فإن الله سبحانه وتعالى قد ندب إلى أمر هو فطري في الإنسان، وجعله آية من آياته سبحانه وتعالى. والآية هي المعجزة في معان، وهي الكرامة في معان أخرى، وهي العلامة على شيء عظيم في معان ثالثة. وبالتالي قال سبحانه وتعالى: ومن آياته. فحينما يريد أن ينسب الله شيئا إلى نفسه لا ينسب إلى عظيمة، فقال من آياته هذه الآية وجعلها آية عظيمة. ما هي؟ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لأي أمر لأي شيء لتسكنوا إليها. والسكن سكنان: سكن مادي محسوس ملموس، وسكن نفسي معنوي وهو الأهم، وهو ما يصبو إليه كل من يبغي الزواج، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات. كذلك أردف بدأ بالآيات وختم بالآيات. لأي قوم؟ لقوم يتفكرون، يعني من كانت عنده هذه الدربة في أن يتفكر في آلاء الله ونعم الله. إذن هي آية، هي نعمة علينا تقديرها وتقديسها. ونسأل الله سبحانه وتعالى حيث أتيناكم بما أمر به النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، إذ قال: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وبما ندب إليه وشجع على أجر الثواب عليه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، من نحن في حياضه ورحابه، لا سيما في شهر كهذا، شهر رجب الأصب، إذ تصب الرحمة فيه صبا، وفيه يوم سيكون يوم ميلاد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، من نحن جميعا والعالم بأسره متشرف بوجوده المبارك عليه أفضل الصلاة والسلام، القائل: من أفضل الأعمال الجمع بين اثنين في نكاح. من أفضل الأعمال. فالحمد لله تعالى. والكلام كثير حول مسألة النكاح، والروايات التي دعت وندبت إلى هذا الأمر المبارك لا تكاد تحصى أو تحصر، والمقام لا يستدعي أن أستطرد أكثر. وبالتالي أقول أننا نحن السادة جئنا برفقة أحبائنا وأهلنا السادة الموسوية، نيابة عنهم أتحدث عن جميع الموجودين إن شاء الله من جاءوا معنا، إليكم أنتم آل أسد، بني أسد الطيبين المعروفين بكرمكم وبفضلكم. فالمعرف لا يعرف، فأنتم معروفون دائما ومنذ قدم التاريخ بأعمالكم الطيبة، بخيراتكم، بكرمكم. جئنا طالبين يد كريمتكم، وقدمت أنا الدون لأتكلم، وإلا هناك من هو أولى أن يتحدث في هذا المقام، ولكن هذا تواضع الموجودين جميعا يتقدمون للحديث، وأترك الحديث أيضا إلى باقي الإخوة في هذا المقام إن شاء الله تعالى، ليتفضلوا بما عندهم، ليطلبوا ما طلبناه نحن وننتظر من عندكم ردكم بالصلاة على محمد وآل محمد.